أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفيديو اليوم راح نشارك معاكم شوية أجواء من الحلويات والحلاوة والسكريات والسكاكر بمشاركة نور قولهم سلام. قولهم حواليكم تاتاويتي. هاكم تطواتي يا عمري شفتيو حتى نور ولات تحب تصور معايا فيديوهات وتشاركني، يعني حنصوروا فيديوهات بزاف انا وانتيا مع بعضنا. يا سلام، الى عجبتكم نور وعجبكم الاجواء ما تنساوش تخليوا لنا تعليقاتكم الطيبه وديروا لنا واش يديروا لنا جام وقول لهم تعليق واشتراك هادي لازم نحفظهم لك من قبل. يا سلام، كيما راكم تشوفون رانا نديرو في حلوة الطابع، الحلوة التقليدية الجزائرية المميزة اللي نحبوها كامل، يعني ما كاينش غير ما تحبش حلوة الطابع. نعم لكن انا نحضر. ايوا هاي شفتي وخليني انا نهضر. واش حبيتي تقولي لهم؟ ولا نديرو الكاطو؟ انتي حبيتي الحلوى؟ واش كنتي دير هنايا مع مامي؟ مع قلب. كنتي دير في القلب؟ قول لهم انا نحبكم. هيا خلي ماما تهضر. لا على الاول سيبو ماناش نقدروا نصوروا معاها خلاص. كمان في التصوير هاد باك تشوفني هزيت بديت نفيلمي تبدا تقولي انا اللي نصور. المهم الفيديو عفوي 100%. حبيت نخلي لكم الصوت على المباشر بصح كانت كاينه فوضى كبيره. ما تقدروش تتخيلوها. على العموم كيما راكم تشوفوا في الصوره كنا نديرو انا ونور في حلوة الطابع اللي يحبوها الاطفال، هي من الحلويات التقليديه الجزائريه، بما انه معانا هنايا اللي يتفرجوا فينا ماشي جزائريين ما شاء الله من مصر من الخليج، احكي نعرفوهم على ثقافتنا اكثر واكثر. وحلوة الطابع من ابسط الحلويات يعني اللي عنا، وبزاف كنا في العيد الصغير والعيد الكبير كانت حلوة الطابع والصابلي هادو ما يخطاوناش خلاص، يعني هادولا حلويات بكري لازم نحافظوا على تراثنا، لازم نعلموهم لولادنا. تاني الفتيات الماكيتات في الدار يقدروا يديروهم كمشروع وما هيش حاجه صعيبه خلاص، العكس واش هي كيلة بيض وكيلة زيت وكيلة سكر بنفس الكيلة اللي كيلتي، وهذيك هي وبزاف منتشرة في قنوات عديدة، يعني وصفة حلوة الطابع وكل تجي وطلعتوا عليها تلقاوها هي نفسها في كل بلاصة، يعني ماشي حاجة كما نقولوا فيها لازم كما نقولوا مقادير مخصصة ومعايير باش تجيك هي صح باش تجيك هشيشة. ما لازمش تكثر لها الفارينة باغ اكزومبل، ما لازمش تطيبها بزاف في الفور، يعني ما تحمرهاش مليح من تحت ومن فوق حتى يبسلك، فهمتيوا؟ بصح هادو يجيو شغل بالخبرة كما نقولوا. هي المهم ساعات نفكروا في حلوياتنا ونرجعوا شويه لتراثنا ونوكلوا ولادنا منه. ما تخليوش انا واحده من الناس ولادي بجماعه كي يقولوا لي واش طيبتي نقول لهم كسكس، يبداو لا احنا في عاداتنا وتقاليدنا احنا الجزائريين اغلبيتنا يديروا الكسكسي ولا يديروا شخشوخه ولا يديروا الرشته، هادو من عاداتنا. العاصميات على بالي اغلبيتهم يديروا الرشته، في الشرق هنا اغلبيتنا رانا نديروا يا شخشوخه يا نديروا الكسكسي، حتى فينا اللي يدير محمصه بالخضره لازم عليهم يوالفوا ماكلتنا. خلونا من الانظمه هذوك جديده واللي يدير ريجيم واللي يقول لك ممنوع وممنوع. انا من الاخر انا نمشي كما على ما قول جد ربي يرحمها، كل واحد طبيب نفسه، هادو عاداتنا وهادو تقاليدنا وناكلوا كل شيء في الحدود فقط. معنا ما ندخلوا في سياسات اخرى. المهم هذه هي نتيجه حلوه الطابع، ان شاء الله تعجبكم. درناها موف بيربل بنفسجي خلتها نور على حساب نور، والاصفر على حساب الذكور،
نتمنى تعجبكم. ودركا نروحو نلمو لمعان اللي درناهم. اي نعم. وقبل ما نلمو لمعان لازمني هنايا آلة الغسيل عندي طلبت الملح، وراح نعمر الملح معاكم. ملح التجديد كما شفتوني في فيديوين ماضيين. شريت ملح تجديد جديد. شتيو كي فتحت الماء ماهوش صافي. شتيو هذا اللون هذا اللي ماهوش صافي، هذا دليل على عسر الماء. يعني الملح اللي كان في نصها ما كانش يعني في المستوى، على بها لون الماء كان شويه غامق. كي يكون الملح مليح راهو يخرج لك ماء صافي. هاو ملح التجديد اللي راح نستعملو هذا فلور دوازيس. المره اللي فاتت ما عرفتش نقرا اسمه. المهم بصراحه بلي شويه حبيبات كما نقول ماهمش كبار. هنا زلق يدير حذاري من الملح اللي يطيح لكم في الغساله. لازم تلموه. كي نقول لكم لازم تلموه يعني لازم تلموه باسكو يسدد الغساله من الفوق. هو سبيسيال للغساله من الداخل باش ما يخليهاش تفسد، باش ما يخليش كيما نقولوها تصدد من الداخل، باش يحافظ لكم على الاواني تاعكم وباش يحافظ لكم على الاله. ماهوش الملح شغل هذا اللي تخليوه على برا هذه يسدد لكم الاله. المهم نتوما كي تفضوا ديما ساحلكم كيما انا هكا ولا ما ساحلكمش امسحوها. شوفوا الطريقه. انا حبيت نصور لكم عن قرب خاطر بزاف تعليقات يجيو يقولوا لي وقتا نحبسوا شغل كي نعمروا هذاك الخزان وقتا نحبسوا. شفتيو هاوديك كي يظهر لكم الملح من الفوق، كي يظهر لكم الملح من الفوق احبسوا. هذا هو المستوى، ما تزيدوا اكثر ولا اقل. كي يظهر لكم الملح من الفوق حشو يبان مش بالضروري تجي من فوقها، يبان لك انتي من مقابلته يبان لك. حذاري الملح ما لازمش يتلامس مع عينيك يديك، ما تغلطوش بس انا والله ميت بيدي يحرقني. وهنا نصيحه قفلوها مليح. كون ما تقفلوهاش مليح عرفوا بلي باردي. كيف نقول الباردي بالعربيه؟ راح تستهلكوا يعني في اقرب وقت. نصيحه اقفلها مليح. ومن النصايح تاني اللي ديما نقولها لكم رد بالكم الرياشه هذه. شفتوني كيف نحركها؟ والله ما راني نضغط عليها. حركها باتجاه عقارب ساعه عكس عقارب ساعه، جست ما تمسها من فوق برك اي تتحرك لك. بزاف الناس تاني يسقسيوني كيف نحرك الرياشه كيما شفتوني يتحركوا بكل سهوله. انا بصراحه جامي ناحيه الرياشه يقولوا لي كيف نحيها نيتوايهم هكا من الفوق. يعني يجيب كيردون ونفكر فيهم ساعه من الفوق، من ناحيهمش هنا. شفتيوني كيف نحية الصفايه وكيف نحية الفلتر. من الداخل تاني شفتيو ماء الماء اللي داخل ساعة ببروصة نيتوايها انا بالغاسول تاع بلوغاج ولا فهمتيو. ما نيتوايهاش انا بايزيز، نخاف عليها لا تصدد لي. ما نكذبش عليكم راهم يريسكيو بزاف في الفيديوهات اللي رانا نشوفوهم. ما تنيتوايوش بيزيز. هنا كنت فيريفي في الرياشات تاعي برك يعني ما مستحيل نحاول نحيهم باسكو هذه الرياشه تاع بيكم من هاتن الا خسرت لك وتكسرت هاكا حتكبيها كامله. البياسه ماكاه على بها مكان لا تريسكيو كيما باقي الالات وتشوفوا الفيديوهات وراهم يحبكوا فيها. ما جبتيش بابي جيب كتانه سارده فصليها على الكهرباء امسحي يا اختي. حبيتي تحبكيها كيما يحبكوا احبكيها بالغاسول اللي راك تغسلي به الماعن. ما ننصحكش ابدا. يجيوني تعليقات بزاف جدد وصدوا لهم. ما تستغربوش انها تصدد لكم حتى لو كان جديده. حافظوا عليها. شوف انا كنت نيتواي في الليكوا كانوا يخرجوا لي مسخين. وعلى فكره كل ما تنظفوها راهي تمدلكم نتيجه ولا اروع في الغسيل. تغسل بلا ما تشلوا الماعن يخرجوا لكم نظاف. انا والله واحده من الناس يوجعني قلبي كي تقول لي واحده صدت لي الماشينه تاعي وانا شريتها جديده.
يحكم لي كابوس نروح قد نفيريفي الماشينه تاعي. لا الحوايج هادو ما فيهمش استعظام ابدا. كي تكتب الحاجه والله العظيم هنا باش تقلبوا هادي تاع الفلتر كيما وريتكم كاين السهم حطوه في بلاصتو ترجع لكم بكل سهوله. دوروها هي تاني غلقوها مليح الصفايه فوالا حتى تسمعوا هذا الصوت حتى تقولكم طلق تسمعوا هذا الصوت. امسحوها مليح كيما قلت لكم بكتانه شيفونه بابي معليش المهم تبان لكم حتى تبان لكم نقيه. امسحوا الباب شوفوا لي جوان تاعها. المهم وفي الفيديو وانا نحكي وانا نمد في النصائح لانه الفيديو كان فيه 30 دقيقه بصراحه عفوا حاولت نقص فيه نحيت جزء كبير منه خليته للمرة الجاية إن شاء الله راح نحطه لكم يكفي إلى هذا الحد. ما نحبش نطول عليكم بالبزاف هكا باش ما تملونيش هكا باش ديما تبقاو على تواصل معي وتفرجوا الفيديو للأخير. شوفوا أنا اليامات هادو تقريبا لغيت هذا الدرج بما أنه الغسالة من تحت راهي تتعمر لي للآخر. شوف ورجعت السله اللي تقريبا جامي استعملتها وبصراحه اكتشفت انه الملاعق هنايا يتغسلوا يعني مهما حطيتيهم موسخين. وشوفوا هذا الازدحام كامل وخرجوا واو روعه روعه روعه. اما البروم وكل الكبار سيد نغسلهم بيدي ونعود نحط هك بهذه الطريقه وهكا لما كيما يكونش تراكمات من الفوق حتى انه الكيسان ولما عندي هنا شوفوا شوفوا اللمعان ما شاء الله. شوف اللمعان ما علباليش الا راهو يظهر لكم مليح في الفيديو ما شاء الله. اللي ما يخرجلوش لمعان من الفوق عرفوا بلي راكم هناك ترتيب الاواني تسمى راهي هنايا قفلتيها كامل. اللي بغات كاينه الرشاشه هذه تمد الماء اعرف بلي راهي ما تمدش الماء قد اللي تحت خاطر تحت كاينين شغل 4 رشاشات يعني القوه اكثر واكثر على بها اللي تحت اصلا. في اللي تحت كي تجيو هنا شوفوا هنا مكتوبه بيكو وهنا مكتوبه كورنر انتونس يعني هذه الزاويه او الركن تاع الاواني اللي راهم خامجين. اوكي هكا تفاهمنا. حاولوا ديروا قلبكم كيفي يعني انا نقول لكم مثلكم في النصائح حاولوا ما تشلوهمش يا جماعه خليوهم موسخين. واش نقول لكم مره على مره تتهلا اصبروا عليها برك شويه لازم لها ضبط لازم لها صبر. هي بصراحه تتروض انا نقول لكم راهي رايحه تتروض معكم راني نخاف من الاواني دوك اللي خرجوا كل مره نحاول نصور ونبقى في المونتاج نشوف اسكو خرجت لكم ولا ما خرجت لكمش جاكم جعفر ولا ما جاكمش. المهم كما قلت لكم نغلقوا الفيديو ما حاش نطول عليكم اكثر من هك. ما تنسونيش بتعليقاتكم الطيبه اللي تفرح القلب ودعاويكم وكلش. خليوا لي ولو يعني كلمه استفسار مش مشكله انا هنا حتى لو انتقاد مرحبا بكم جميعا. نتلاقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله وان شاء الله ما نطولش عليكم. الى يعجبكم الروتينات يعجبكم الافكار النصائح اكتبوا لي في التعليقات هكا. في امان الله ومع السلامه.